العشق، الحب، الصاحب، العشق، النصيب، الغدر، الهيبة، العشق. هون عليكي تكون عليا. الجملة دي اتكتبت قبل ما الفيلم يبدأ، وده عشان يقولك ان الفيلم ده عن العشق، مش عن واحد بلطجي وصايع وخلاص زي الألماني وعبد موتة. هو بيفهمك فكرة الفيلم من قبل ما يبدأ. أول مشهد مهم معانا المشهد اللي أبو إبراهيم بيتقتل فيه بمنتهى الإهانة، وده مهم جدا لأنه بيبني شخصية بطل الفيلم، وبيقولك الدافع اللي هيخليه بلطجي بعد كده، عكس الأفلام التانية مش بتوضح ليه بطل الفيلم وصل اللي هو فيه ده. ومن هنا اتولد في إبراهيم دافع الانتقام. بعدها إبراهيم بينتقم من المعلم اللي قتل أبوه وبيهرب ويفضل يجري. في نفس المشهد ده بنشوف إبراهيم كبر وهو لسه بيجري، وكأن الغلطة اللي عملها زمان لسه بيدفع تمنها لحد دلوقتي، وإنه لسه بيجري من ساعتها في سكة ملهاش نهاية إلا نهاية واحدة كلنا عارفينها كويس. بعد ما إبراهيم عمل اللي في دماغه عشان يجيب الكيس وكان هيموت بسبب الغشامة بتاعته، بيجي المعلم عبد الملك زرزور. حد لشغل حاجة. ومن أول مشهد ليه انت فهمت قد ايه هو شخص مهم وليه هيبة وكله بيعمل له ألف حساب، وده كان واضح جدا في مشاهد تانية بعد كده، والنقطة دي مهمة جدا عشان هيحتاجها بعدين. بعد ما إبراهيم اشتغل مع المعلم بيقابل العشق، ومن هنا بدأت نهاية إبراهيم. لو خدت بالك هو عاش بالطول والعرض، مفيش حاجة قادرة تقف قصاده، ولا حكومة ولا بلطجية ولا حتى معلمين، واللي وقعه وكان سبب في نهايته هي حاجة واحدة، العشق. وده اللي الفيلم بيناقشه أصلا، إن إزاي العشق قادر يقضي عليك مهما كنت قوي، لأنه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون نقطة ضعف ليك. وخلي بالك أنا مش محتاج أقولك كل حاجة حصلت في الفيلم، لأن كلنا شفنا الفيلم. أنا جاي أحلل مشاهد ونقط معينة ومهمة، عشان كده هتلاقيني بنط في الأحداث جامد. ازاي الحياة دي بحرية؟ بنيجي للحظة اللي اكتشفت فيها العشق إن إبراهيم هو اللي قتل أبوها، وده كله بسبب الحية أمها اللي كانت سبب في كل حاجة حصلت لحد دلوقتي. وهنا العشق في الصراع صعب ما بين عشقها لإبراهيم وعشقها لأبوها اللي إبراهيم قتله. انت شايف كم موقف في الفيلم بيتكلم عن العشق، كم موقف صعب انت لو حطيت نفسك مكانهم مش هتبقى عارف تعمل ايه فعلا. المعلم خاب. شفت المعلم الجامد اللي كله بيخاف منه وعامل له حساب، واللي مفيش حاجة وقفت قصاده قاعد بيعيط زي العيال. وده كله ليه؟ عشان العشق، عشقه للبنت اللي مش قادر يملكها ولا يجي ناحيتها، وكل هدفه انها تحن ليه وتحبه زي ما هو بيحبها. شفت العشق بيعمل ايه؟ المخرج مروان حامد قاصد يجيب لك المعلم وهو سايق كل اللي حواليه، وبعدها قاعد مكسور وبيعيط كأنه واحد تاني غير اللي انت شفته طول الفيلم. للأسف مفيش حد بياخد الحاجة اللي هو عايزها، اللي انت عايزه مش عايزك، واللي عايزك انت مش عايزه. هي دي سنة الحياة، هو ده النصيب، والحكمة انك تتكيف مع ده وتعيش، وإلا هيحصل لك زي ما حصل لإبراهيم وللمعلم. فزورة تحلها يعني هنتبسمل وتعتمد. مش فاهم المشهد ده ما خدش اوسكار ازاي. المعلم فارس اسد بيحكم مملكة، بس ايه بقى؟ بنته اللي روحه فيها عشق بس من نوع تاني. بسبب عشقه لبنته تايه وما عندوش حل. يعمل ايه؟ يقتل الواد اللي لعب بدماغها وغدر بيه عشان هي بتعشقه، ولا يسيبه وساعتها يبقى ضايع هيبته ومحدش هيعمل له حساب؟ والحل قطع لسانه. الاسد هو المعلم فارس، وعنده بنت ولد لف عليها وحاول يغويها واتجوزها بالفعل، والمعلم شغله معاه قام خانه وبلغ عنه.
عشان يورث فلوس حماه، وما يقدرش يقتله عشان بنته ما تتهمبلش. يعمل ايه؟ قام قطع لسانه عشان يخليه عبرة للي يحاول يوشب المعلم تاني. عش يخان إبراهيم، وبسبب عشقه لصاحبه حاول يموت نفسه من كتر ما هو حاسس بالذنب، بعد ما خد 5 باكو عشان يوديه القهوة ويخلصوا عليه. والفكرة هنا إن إبراهيم كان عارف وحاسس، بس مع ذلك نزل القهوة. طب ليه؟ عشان فضل عنده زهرة أمل إن كل ده يكون وهم، وإن صاحبه مخانوش، لحد أما بتيجي اللحظة اللي زهرة الأمل دي بتختفي، وهنا إبراهيم اتأكد إن صاحبه خانه. بعتني بكام يا صاحبي؟ يا الله على اللحظة دي، كم مرة انت اتحطيت في الموقف ده؟ كم مرة كنت مدي صاحبك الأمان وواثق فيه وفجأة غدر بيك؟ كم مرة كان نفسك تسأله بعتني بكام يا صاحبي؟ وكم هنا مش شرط فلوس، كم هنا السؤال عن تمن الحاجة اللي تستاهل انك تبيع صاحبك عشانها. فلوس، واحدة، شغل، حب، خوف، ايا كان، ايه الحاجة اللي تخليك تبيع صاحبك؟ إبراهيم ما كانش قادر يشوف صاحبه بيتأذي قدامه حتى بعد ما خانه، ما كانش قادر يشوفه بيموت حتى بعد ما غدر بيه. وده ليه؟ عشان العشق. عشقه لصاحبه مخليه بيحبه وخايف عليه، ومش قادر يشوفه بيتأذي حتى وهو لسه خاينه. عشقه الحرية مخليه مش قادر يشوفها بتموت حتى وهي السبب في موته وفي كل اللي حصله. عشق المعلم ليها مخليه بيعيط بعد ما قتلها، وكأن الطلقة دي جت فيه هو مش فيها. بس المعلم هو اللي كسب في النهاية، وكلهم خسروا. طب ليه؟ عشان المعلم قتل العشق بإيده واتغلب عليه، لكن كلهم ما عملوش كده، فالعشق غلبهم. وإبراهيم مات، بس دي مش أول مرة يموت. مات قبل كده لما أبوه اتقتل قدامه، ولما انتقم من اللي قتل أبوه، ولما حرية اتجوزت المعلم، ومات لما صاحبه خانه. كل الموتات دي كان فيها وجع أكبر بكتير من الوجع اللي حس بيه وهو بيموت. في النهاية الفيلم بيقولك إن العشق عدوك، عشقك للبنت اللي نفسك فيها، عشقك لصاحبك اللي بتحبه، عشقك للحاجة الغلط اللي انت فاهم ان هي غلط وبتأذيك، بس مع ذلك مش قادر تستغنى عنها وبتحبها. زي السجاير والمخدرات والشهوات وحتى أصدقاء السوء اللي بيبوظوا حياتك بس انت مش بتبعد عنهم. فنصيحة مني ليك، اكسب زي المعلم بدل ما تخسر زي عشري وإبراهيم وحرية. انا خلصت، بس الافلام لسه مخلصتش. اعمل لايك واشترك في القناة واستنى الفيديو الجاي. سلام.